السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ جيسبر كو فوز الي بيان، تكونوا مرتاحين وفرحانين وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم. ان شاء الله اليوم فيديو جديده على ماي جلو اب تيبس غير في الدار، كيفاش كندير بخطوات بسيطه باش كنبقى ديما محافظه على النقاوه ديالي ونكون ديما مرتاحه في راسي ونكون انيقه حتى في الدار، حيت الانسان ما خصوش يهمل راسو، سورتو المراه ما خصهاش تهمل راسها، والبنات اون جينيرال واخا يكونوا في دارهم ما كان ماشي ديما كنتقادوا غير باش كنخرجوا برا، بالعكس كنتقادوا في الدار اكثر لراسك وباش تكوني ديما مرتاحه. هذا باش كنشوفوا برا وكنشوفوا الناس، خصنا نعجبوا راسنا في الاول عاد باش نشوفوا الناس. وقبل ما نبدا لا فيديو غادي نقول لكم ميرسي بوكو على لي جيم ولي كومونتير ديالكم لا فيديو اللي قبل. يلا حتى دابا 2 جور وشافوها بزاف ديال البنيتات وعجباتهم. فاللي اول مره غتشوف لا فيديو ديالي ما تنساوش تخليو ليا جيم، كومونتير وابوني بيان سور باش يوصل لكم الجديد ديالي. هاد لا فيديو هادي كيف ما كتشوفوا ما فيها لا اضاءه لا والو، جاي التيم ديالها كالم كوزي ديال هكا الحد في العشيه كنصور لكم لا فيديو ترانكيل. وصراحه شحال وانا باغا ندير لكم هاد الفيديو اليوم ان شاء الله عاد كتاب، فما تنساوش تشجعوني باش كومسا ندير لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله بحال هاد الشكل هذا. بعدا اول حاجه اي بنت انا كنقول خصها تكون عندها اجنده، ولا شي كتيب صغير ولا شي مذكره، ديري فيها لي زيتاب ديال السكين كير ديالك، مثلا لا روتين ديالك لحد شنو باغا ديري، مثلا دوشي ديري زيت لشعرك، ديري كوماج مرة في السيمانة، مثلا ديري ولا مرة في الشهر ديري البخار لوجهك، سوان دو فيزاج في الدار حتى هو راه زوين. سوا مذكرة بحال هادي، انا هادي خايداها واجدة ديال السيلف كير، كيكون فيها هنايا هادشي مكتوب، زعما النهار ديري النهار ديالك لي زيتاب ديالك باش تبعيهم. ديجا هي غتسهل عليكم المأمورية، كاينين في لي سيت رخاصين غتلقاوهم كنظن حتى في المحلات في المغرب، زويونه وبراتيك. ولا تاخدوا اجنده وبلانر عاديه حتى هي زوينه وقادره الغرض، ولا شي مذكره. هذه الحاجه الاولى. واحد الحاجه اللي كنشوف البنات كيستهنوا بها بزاف واللي هي اللبس والعنايه ديالك براسك في الدار، وكيهتموا باللبس بلي بارفان بالمكياج برا الدار وكينساو راسهم في الدار. وهذا الشيء ما كيهمش الا كنتي مزوجه ولا ماشي مزوجه، ماشي ضروري انك تهلاي في راسك حتى تكوني مزوجه، لا نهائيا. انا كنقول خصك تهلاي في راسك في اي سن وفي اي وقت، حيتاش لا كونفيونس اون سوا ديالك راه كتجي من الدار. بعدا هادوك لي بارفان اللي كديري برا ولا لي كريم والميك اب واللبس ديريهم في دارك وعاد باش تشوفي برا ديك الساعه. حاولوا انكم تلبسوا دي بيجاما زوينين، راه هادشي كيدير بزاف ديال الفرق. دي غوب اوسي زوينين، طوالين ولا شنو ما بغيتو، ولا قصارين على حساب نتوما واش ساكنين بوحدكم او لا مع عائلتكم. دي بيجاما اوسي حاولوا تاخذوا شي حاجه كيوت، لوينات يكونوا زوينين بهجين كيعجبوكم. ما تبقاوش ديما تلبسوا غير سروال من جهه تريكو من جهه، حوايج مثلا تطبقوا بجافيلو تلبسوهم. هادشي ديجا كيعطي طاقه سلبيه وما كيكونش عاجبكم راسكم. فريمون غير هكا البيسات زويونين راه كيديروا الفرق بزاف في راسك وكيعطيوك لونفي انك تنوضي وتهلاي في راسك، ديري دي كريم، ديري بارفان زوينه، دي بروم زوينه، ديري دي ماسك لوجهك ليديك. ديجا هذه بدايه مزيانه. وكيف ديما كنقول لكم اول حاجه تبداو بها لا روتين ديالكم ولا دوش ديالكم هي صويبينه. ضروري قبل ما ديروا جال دوش اللي فيها الريحه اللي كتعجبكم ديروا صويبينه باش تحيدوا هذوك الزيوت والاوساخ اللي كيبقاو فيكم نهار كامل مع الخدمه ولا القرايه ولا غير الدار والشقه ديال الدار. راه كيتراكموا عليكم بزاف ديال الزيوت والاوساخ، الصابون هو اللي كيحيد داكشي. ومن بعد تقدروا تستعملوا لي جيل دوش اللي كيعجبكم. كاين هاد لا مارك هادي اللي مؤخرا كلشي كيدوي عليها صراحه زوين. كاين هو وكاين كاين الجلدوش، كاين لاكام كامله، وكاين حتى البودغ ديالو راه ديجا دويت لكم عليها. وهذيك البودغ هادو كاين غير في ايطالي، ولكن مؤخرا بالنسبه للبنات اللي كاينين في الالمان راني لقيتهم في مولا، تقدروا تلقاوهم في مولا هذا. و وهذه
البودغ ديالو، كاينه هاد الفورما وكاينه الفورما الاخرى اللي جايه هكا فيها هذيك ليبونج اللي غنوريها لكم حتى هي. هادي راها نفسها هادي ما كايناش هنا في الالمان، ما كتباعش، ولكن كتباع هادي غادي تلقاوها في المولة، راه نفس الحاجه، غير خذوها زوينه. وبالنسبه للبنات اللي في المغرب، راني على حسب ما سمعت كتباع عند كاينين دي بارفومري اللي كتباع عندهم في المعارف، والبنات اللي كاينين في مدن اخرى غيشوفوا دوك لي بارفومري الكبارين اللي كاينين في السونتر فيل، راه اكيد غتكون عندهم هاد لاكام هادي، مع ما كايناش في المغرب. زويونه والريحه حتى كتبقى زوينه في لو كور. هذاك البودغ حتى هو كتبقى الريحه ديالو زوينه، بحال الريحه ديال لي بيبي. واحد الحاجه اللي من الاحسن انكم ديروها 2 3 فوا بار سيمين هي الكوماج. بالنسبه للكوماج ماشي ضروري نهائيا انكم تستعملوا كوماج مشري، ما كاينش مشكل، تقدروا تقادوه في الدار، وانا كنفضل بزاف الكوماج ديال الدار، كيبقى احسن بكثير من هذا المشري هذا. كاين هذا ديال دوف زوين، كاين ديال ريتويل، كاين ديال ايفروشي، كلهم زوينين ودايرين خدمتهم. ولكن كوماج ديال الدار، شوفوا انا راه كنبارطاجي معكم بزاف ديال لي كوماج وديال الوصفات الطبيعيين في تيك توك ديالي، فانيتي باي هاجر. غنحاول نخليه لكم في الديسكريبسيون، دخلوا تبعوني تما، كنكون اكتيف كتر وكنبارطاجي معكم لي غوماج ووصفات طبيعيه. بغيتو نبارطاجي معكم لي غوماج والوصفات حتى في يوتيوب قولوها ليا. تقدروا ديروا غير السنيده معها اي جل واش كتبغيو وشي زيت اخر باش يخلي لكم لو كور ديالكم ادغاطي باش ما ينشفوش لكم. مثلا زيت الكوكو او زيت اللوز ديروه مع السنيده وجل دوش، راه افيكاس واعر كيقومي مزيان. هذاك الزيت انا كيجيني هو اللي كيخلي داك السكر ما يذوبش بسهوله وكيقومي لكم لو كور ديالكم مزيان. فكوماج حاولوا انكم تدخلوا في لا روتين ديالكم 2 حتى 3 فوا بار سيمين، كوم سا مع الوقت الكوماج كتحسوا بالجلد الميت كيمشي، لابو ديالكم كتولي رطبه اكثر، والتسبغات اللي كيكونوا في شي مناطق كيبداو كينقصوا بزاف مع الوقت. وغادي يكون مزيان الا مع الجلدوش ديالكم استعملتوا شي هاكا شي بغوص ديال السيليكون باش انكم ديروا الجل دوش، والصابون ديالكم تكون سيليكون من الاحسن. حاولوا انكم تفاداو هذوك لي فلور دو دوش العاديين، كيجمعوا بزاف ديال الجراثيم وخصهم يتبدلوا كل مره، واغلبيه كينساوهم. وهادو صراحه هما كيديروا الصابون وكيرغبوا في نفس الوقت كيديروا الكوماج لو كور ديالك فزوينين. الا لقيتوهم عندهم المكياج او لا كنتو غتكومونديهم اونلاين، راه كيبقاو احسن من هذوك لي فلور دو دوش العاديين. وبالنسبه للرويحه الزوينه وليدغاتاسيون، كاين هاد الوصفه هذه اللي ديجا شاركتها معكم في تيك توك، راها افيكاس، في نفس الوقت كترطب وكتخلي لكم لابو ديالكم رطيبه، وكتخلي لكم ريحه زوينه. هو انكم كتخلطوا الزيت من اختياركم، جونسون او لا اي زيت اخر، كتخلطوه في شي قريعه مع البروم اللي كتعجبكم او البارفان اللي كتعجبكم. من الاحسن بغيم حيت البارفان كيكون فيه الكول وما مزيانش لابوبس، فحاولوا انكم تخلطوه مع البغيم اللي كتعجبكم مع الزيت. وقبل ما تنشفوا لو كور ديالكم من ورا الدوش، دهنوا جسمكم مزيان، خليوه ينشف. ديك الساعه عاد باش ديروا لا كريم هيدراتونط. اكيد الا كانت لا كريم هيدراتونط الريحه ديالها بحال الريحه ديال البغيم، راه الريحه كتبقى لكم في لو كور ديالكم اطول، ماشي بحال انكم ديروا مثلا الريحه ديال الفريز في البغيم وهنايا ديروا مثلا الريحه ديال الفاني. داكشي كيبدا كيضر في الراس، والريحه ما كتبقى حتى شي ريحه فيكم، كيولي داكشي مخلط. فحاولوا انكم تاخذوا ديما الكريم بحال البغيم كومسا، كتبقى لكم الرويحه اكثر وما كتخلطوش كثره الروايح. من وراء هاد الزيوت هادو تسناوهم تينشفوا شويه، وديروا الكريم ديالكم. وديك الساعه هي فين تقدروا تابليكيو هاد البودغ هادي اللي بارطاجيت معاكم. ابليكيوها في لي زون اللي كتعرقوا فيهم وفي لو كور ديالكم كامل، كتخلي لكم ريحه زوينه وما كتخليكمش تعرقوا بسهوله. واخا انكم تعرقوا ما كتكونش شي ريحه اللي ماشي هي هذيك. والبنات ليدغاتاسيون، شوفوا راه الاغلبيه ديال المشاكل ديال البشره كيكونوا بسبب نقص ديال ليدغاتاسيون، نقص ديال الترطيب. حاولوا انكم تيدغاتيو الجسم ديالكم بعدا من الداخل بالماء. حاولوا انكم تشربوا الماء الكافي اللي كيحتاجو الجسم ديالكم، من 2 لتر 3 على حساب الوزن ديالكم. وليدغاتاسيون لوجهكم
لجسمكم كامل. ما تنساو حتى شي بلاصة، ما تقولوش لا لي زيسيل ما خصنيش نإدغاطيهم، لا لا بارتي انتيم ما خصنيش نإدغاطيها، كلشي خصو يتإدغاطا، غير هو خصكم تعرفوا تختاروا الكريم إدغاطونط المناسبة. مثلا هذه غير لو كور، حاولوا انكم ما توصلوها لتا شي حيت فيها الريحه، حاولوا انكم ما توصلوها حتى شي بلاصه سونسيبل في لو كور ديالكم، لا هذه ولا اي كريم اخرى فيها البارفان. ما عمركم ديروا شي كريم فيها الريحه لشي بلاصه اللي سونسيبل في الجسم ديالكم. هذه سيرافي طبيه وما فيهاش الريحه، هذه تقدري ديريها ليزيسيل لوجهك بارتو. وكاين حتى الكريم ديال بيبونتين حتى هي زوينه هذيك ليزيسيل لا بارتي انتيم والكل شيء، انا غنوريها لكم دابا. فوالا هي هذه بالنسبه لكريم البنات ديال وجهكم وديال لو كور ديالكم، حاولوا انكم تاخذوهم من لي فارماسي ولا لي بارافارماسي، ما تاخذوهمش نهائيا من لي بارفيومري حيت كيكون داكشي فيه الفيك بزاف. مازال لي جيل دوش و هكذا لي برودوي، دي برودوي مثلا بحال جيل دوش شي حاجه ديال الشهر اولا لي بارفان، ماشي مشكل تكون شي حاجه فيك وتاخذوها من البارفيومري، ولكن بالنسبه لي كريم اللي كديروهم مورا الدوش وكيكون ديجا المسامات ديالكم محلولين وكذا، حاولوا انكم تاخذوا شي حاجه اللي اوريجينال وموثوقه، ما تاخذوش اي حاجه لجسمكم حيت داكشي هو اللي كيسبب من بعد الكحوليه، تسبغات، الحبوب وبزاف د الحوايج وكيخرج لكم على البشره ديالكم. وبالنسبة للشعر البنات، حاولوا أنكم ضروري مرة في السيمانة ديروا واحد حمام زيت لشعركم. أنا كندير الفروة ديال الراس ديالي الجدورة، كندير هاد الزيوت هادو، هذا ديال الموطارد وهذا ديال زيت الخروع، كنخلطهم بجوج. سمعت عليهم بزاف وجربتهم، هادو من اغومازون من فرنسا، جربتهم وصراحة زوينين. كانت شعري كيطيح ليا فوقفوا لي التساقط، ولحد الان راهم موافقيني، راني مواظبة عليهم. هذا راه قررت نسالي الغيسان، وهذا راه مع كبير مازال هنايا. دابا راه شحال شي 6 شهور وانا كنستعملهم وان شاء الله حتى نكمل القريعات وزعما غادي نعاود نشريهم حيت شفت عليهم فرق. بالنسبه للزيت هذا ديال الميالي اللي كلشي كيدوي عليه و سورتو كان العام اللي فات داير ضجه وكان ترند كلشي كيجربو. هذا غندير لكم عليه فيديو بوحديتو خاص، غندوي لكم على التجربه ديالي معاه و... والنتيجه اللي عطاني. صراحه هذا ما كنصحكمش به، غير باش نقول لكم باختصار ما كنصحكمش به، ما كانش التجربه ديالي معاه ما كانش زوينه. ف تندير لكم ان شاء الله فيديو خاص عليه غير بوحديتو. كيف ما كديروا دي ماسك للشعر اللي غاسين باش انه يطول، ما تنساوش الاطراف وما تنساوش شعركم، لان ضروري خصو التغذيه، خصو حمام ديال الزيوت. ديروا غير الاطراف ديال الشعر، اولا دي ماسك الا كنتو كتعكزوا ولا خدامين وما عندكمش الوقت، حاولوا انكم تاخذوا غير هكذا دي ماسك اللي مشريين، اللهم حاجه ديجا موجده ومشريه ولا والو. كيبقى حاجه طبيعيه اكيد احسن بكثير، ولكن الا ما كانش عندكم الوقت ولا كتعكزوا فاللهم استعملوا شي حاجه اللي واجده. كاين هذا ديال بونتين انا كنستعملو من سنوات، زوين وكيوافق لي انا صراحه شعري. كيخليو لكم شعركم ادغاطي قبل فاش كتدوشوا وكتساليو وتغسلوا شعركم. حاولوا انكم ديروه لوجهكم كامل، لشعركم كامل، وبقاو به واحد 15 دقائق من ما ساليتو لو كور ديالكم كامل وغسلوه زويون غير خدمتو. سينو كيبقاو لي ماسك الطبيعيين احسن حاجه، انا كنبارطاجيهم معكم في تيك توك. ويلا درت واحد الماسك ديال لافوكا والبنان واعر فريمون بحال الكيراتين. المهم باختصار فيه لافوكا البنان والزيوت اللي عندي اللي كتغذي الشعر، زيت ديال لافوكا وزيت ديال الكوكو وزيت زيت اش كتسمى هذيك زيت مشات ليا الزيت الاخرى، زيت اللوز. وكندير معاهم حتى بيضه، صراحه واعر كتحسوا به بحال شي كيراتين لشعركم طبيعي. كنديرو على حساب، كنديرو مره في 2 سيمانات ولا مره في الشهر على حسب الوقت ديالي، لان صراحه داك البنان كيلصق في الشعر فما كنديروش ديما، كيعجزني. كنديرو غير في الوقت اللي كتكون عندي فريمون خاوي. حاولوا انكم ما تنساوش شعركم من لي ماسك، راه حتى هو كيحتاج الترطيب، كيحتاج التغذيه كيف ما وجهنا ولو كور ديالنا كيحتاج الترطيب والتغذيه، راه حتى شعرنا كذلك كيحتاجها. واخر حاجه غنقول لكم البنات هو حاولوا انكم ما تنساوش راسكم نهائيا في اي ظروف كانت عندك الوقت مزيره، عندك وليدات، كنتي خدامه ولا كتقراي، ديما لقاي وقت لراسك وديري راسك هو الاولويه على باش تجي الخدمه وعلى باش يجيو الولاد وعلى باش تجي الدار.
أنا عارفة بلي غيكونوا بزاف غيقولوا ليا ما يمكنش الولاد هما الأولوية، متفقة معاكم، ولكن حتى راسكم راه عندكم عليه حق، ولا هو عنده عليكم حق، فما تهملوش راسكم نهائيًا حيتاش ملي كتهملي راسك فريمون ما كتبقايش قادرة أنك تعطي لولادك الوقت زعما بشكل زوين. أنا هادشي اللي كنشوف بلي المرأة فاش كتهمل راسها بزاف حتى وليداتها ما كتقدرش أنها تستمتع معاهم بالوقت، ما كتقدرش أنها تكون فرحانة معاهم. الوليدات أولا العائلة ديالك راه محتاجاك نتي تكوني في نفسية زوينة وتكوني فرحانة وتكوني مرتاحة باش أنك تقدري تعطيهم طاقة زوينة. راهي ديجا نتي إلا كنتي ما مرتاحاش مع راسك ما تقدريش تعطي لوليداتك ولعائلتك طاقة زوينة، وغتكوني ديما مكهربة وديما ما عاجبكش الحال وما عاجبكش راسك. فحاولي أنك تعطي لراسك وقيته وتاخدي وقيته من وسط هذاك الزحام وهذاك قلة الوقت اللي كاينة. ديري وقيته لراسك، اهتمي براسك بأبسط الحوايج، ماسك بسيط، بيجامة زوينة أولا اون غوب زويونة، ماسك زويون لوجهك ليديك لرجليك، بغوم زويونة في اللخر، شعرك ما تخليش ديما ما نعرف مشعكك. حاولي أنك تقادي شعرك في أغلبية الوقت. وهذا ما كان، جيسبر تكون لا فيديو عجباتكم حيتاش انا هاد لا فيديو هادي عجبتني بزاف وشحال وانا باغا نديرها، والهضره ديالي اللي قلت فريمون كنقولها من قلبي، داكشي اللي كنحس به واللي كنديرو انا كنبارطاجيه معاكم باش انني بارطاجي معاكم واحد الانرجي زوينه وبوزيتيف، وديروا شويه ديال نعطيكم شويه الموتيفاسيون باش تنوضوا وتهلاو في راسكم. ان شاء الله مازال جايين دي فيديو زوينين وعندي بزاف ديال الافكار. فاذا كنتو كتبتوا لهنايا شجعوني بلي كومونتير وعطيوني الرأي ديالكم في لي فيديو كيف جاتكم هاد لا فيديو، وخليو لي ابوني ونتلاقاو ان شاء الله في لي فيديو الجايين. السلام عليكم.